السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. هذا الحلقة الثانية من برنامج كنترول زاد. أنا وعدي نسولف ونرسم وأنتم تشاركوا معنا إن شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه الاولى. بس أي الحلقة الأولى حاولنا نعدل الصوت، إحنا قاعد نحاول نعدل الصوت، حطينا الميكروفون بروحه، إن شاء الله يكون في تقدم عن الحلقة اللي طافت. لا شنو نسولف عنه اليوم يا عدي؟ شنو بالك نسولف عنه؟ اليوم طبعا اول شيء بدنا نحكي له انه على نقلتنا على الاستديو الجديد. إيه نقلة الاستديو الجديد. اليوم نقلنا على الاستديو الجديد، حتى ممكن نورجيهم صور اخر الفيديو. ممكن نحط بعض الصور حق الاستديو. ايه نقلة الاستديو حقي حلوة، تحسسك إن أنت قاعد تنجز شيء على الأقل، يعني تعرف. كثير شعور رفرشينج. 4 سنين بنفس المكان، بعض مرات إنه حتى وأنت قاعد تنجز من ناحية إعلانات ومن ناحية أشياء، بعض مرات تحس إن أنت ما قاعد تتحرك، ما قاعد تغير المكان. إن شاء الله تكون مهما كانت صعبة النقلة إن شاء الله تكون لها فوائد أكثر بإذن الله. ان شاء الله اكيد. انا اكثر شيء مستانس عليه الدريشه الجديده. قبل 4 سنين ماكو درايش، كنا نحط فيديو اليابان، قاعد نمشي باليابان تعرف، نحط ووكينج ثرو جابان بالبروجيكتور عشان نحس إن في دنيا برا. الدريشه الصناعيه كنا نسويها. ففي ناس كذا واحد تابع الفيديو اللي طاف يعني يعطيهم العافيه اول شيء انه تابعوا الفيديو رغم الصوت، وقاعد يقترحون بعض المواضيع. ايش رايك بموضوع الاي اي يا عودي؟ موضوع الاي اي، بدنا نحكي عن الاي اي. ليش بالعميق على طول ليش؟ اوكي انا حكيت معك على الاي انت قبل انت كنت حيل معارض حق الاي اي. كنت من المعادين الكبار له، لانه صراحه اول ما طلع كان في هاي نفس الهب الكبيره حواليه انه هذا جاي ياخذ وظائف الناس كلها، ياخذ على الارتست. صاروا يقارنوه بالوقت الثوره الصناعيه، انه شلون الماكينه صارت تاخذ وظيفه الناس. عدل. بس مع الوقت مثل ما بيحكوا انه الاشياء نورماليزز اتسلف. يعني حاليا لا، نظرتي له انه هو قد ياخذ بعض الوظائف، ولكن يعني هو مو هالاداه المدمره اللي انا قاعد اشوف انه ممكن يساعد ناس واجد اكثر يدشون وظيفه، يعني ممكن تصير منافسه. بس يعني هذه هي الدنيا. يعني قبل لما كان الرسم على الورق وحبر او البينتينجز، قبل مو اي واحد كان يقدر يحصل بينتينجز الادوات مالته، فكان محصور على الاغنياء بس تعرف. بعدين صار رسم الاقلام الرصاص طلعت والناس صاروا اكثر يرسمون، بعدين صار ديجيتال وصاروا هم بعد ناس اكثر يرسمون، صار افيلبل حق ناس اكثر. يعني الحين كل واحد بيده كاميرا، بس ما اعتقد قضت على المصورين تعرف. صحيح. يعني قبل كل المصورين لازم تكون عندك عده ايش كثرها عشان تقدر تكون مصور. حاليا كل واحد عنده تليفون وكاميرا وكاميرا يعني ديتيل كذا، فيها كل شيء، بس ما قضت على المصورين المحترفين. صار في منافسه بس ظل موجوده اتوقع. اي نعم. هلا مثلا بدنا نحكي عن الاي اي مثلا. طبعا هو له كثير مجالات، له كثير تفرعات. يعني مثلا هل هو دخل، انت عندك هلا المجالات اللي انا شفتها دخل بالصوت، عادي صار فيك تسوي موسيقى، صار فيك تسوي اصوات، استعملناه بالصوت. انا هذا اللي حابب نحكي عنه، حابب نحكي للناس انه شو الاستعمالات البسيطه اللي استخدمناها لحد الان. هل دخلناه بشغلنا بالشركه؟ هو مثل اي اداه. يعني انا اشوف انت كواحد يعيش، كلمتك عن عجله التطور اللي قاعد تصير، اللي هي يعني قبل مثلا تعلم رسم، الاشياء اللي موجوده بالرسم لما كنت مثلا زمن ليوناردو دافنشي والشله القديمه، شله الشياب، تعلم اللي موجود بالرسم، وهذا يظل معك 500 سنه تقريبا ما راح تغير. ان انت تعلمت كل شيء موجود بالرسم الحين بس طبق. بعدين صار لا، كل كذي 100 سنه قاعد تنزل اشياء جديده ولازم تتعلمها. انك 100 سنه لازم تتعلم اشياء جديده بعدين تكمل شيء. بعدين صارت كل 50 سنه، بعدين صارت كل 10 سنين، الحين تقريبا ممكن كل سنه قاعد يطلع شيء جديد. وحتى انت كرسام محترف بعض مرات لازم تتعلم كل سنه، تشوف شنو الشيء اللي نازل وتتعلمه. انت رسام بس الاي اي نزل الحين، ممكن لازم تتعلمه عشان يو كيب اب مع الناس اللي موجوده حاليا. فاكثر الناس مو خايفين من الاي اي نفسه، خايفين من اخاف اطوف هذه واصير irrelevant، يعني اصير مو مهم لان الناس تعلموا طريقه اسرع وانا ما تعلمتها، فانا صرت الحين مو مهم. تعرف شو نظرتك الشخصيه؟ الكلام اللي بتحكيه نعم موجود،
بس هل شو نظرتك الشخصيه للموضوع للشيء هذا؟ هل هو شيء سلبي ولا ايجابي؟ يعني سالفه انه وجود الاي اي هذا، او الاي اي هو واحده من اعراض التكنولوجيا، خلينا نحكي. عدل. صارت الدنيا سريعه، صار التطور سريع. اذا تعلمت شيء هاي السنه الجايه تطور نفسك، لازم تضلك منفتح سنه عن سنه. عدل. ترندز بتتغير، الاشياء اللي بتهم الناس تتغير. مثل حتى نشوف افلام ديزني سنه عن سنه، لازم يكون في دائما لازم في تطور. ابجريد. قبل الافلام تظل نفس الشيء مده طويله، لكن الحين كل فيلم لازم ارت ستايل جديد. هل بتشوف شيء هذا سلبي ولا ايجابي؟ شو نظرتك الشخصيه؟ هو سواء سلبي ولا ايجابي، ان هذا الشيء ما راح يوقف، ان العجله راح تظل ماشيه، عجله التطور لازم تظل ماشيه. صح. يعني اذا انت تبي حتى لو نظرتك لها سلبيه، انت لازم تتعايش معها، موجوده، ما تقدر تغيرها، ما فيك تنكر وجود هذا الشيء. بس انه هم بعد في واجد اساليب التعليم صارت اسهل بعد. انه مو الا تسافر اسبانيا عشان تتعلم تحديد الرسام. الحين انت تقدر تتعلم من اي رسام بالعالم وانت موجود ببيتك. ففي ايجابيات وفي سلبيات حق الموضوع. يعني صار التعليم اسهل، صارت الادوات تقدر تحصلها، يعني من ناحيه اقوى جهاز حق الرسم ديجيتالي تقدر تحصله باي مكان يوصلك للبيت. قبل كان حيل صعب انك تحصل ادوات الرسم. فمع السلبيات مالت ان اشياء جديده لازم تتعلمها والموضوع قاعد يتطور، كل ما صار اسهل انك انت تحصل معلومات، تحصل. قبل لما تعلمنا على 3 دي ماكس كبدايه، انه ما كان الموضوع منتشر باليوتيوب، كان لازم تروح تشتري ديسكات بشارع ابن خلدون. هاي على ايامكم؟ اي يعني تشتري اروح بشارع ابن خلدون ادور ديسكات توتوريالز منسوخين، وعاد تحصل ديسك ودرس كذي مو موجود والديسك اللي بعده، وانت تدبر عمرك بالنص. الحياه كانت صعبه. فالحين تقدر تحصل اقوى كورسات بالعالم باليوتيوب مجانيه بلاش. اي مع زياده اشياء اللي قاعد تعلمها، كل ما صارت اسهل معلومات تحصل. هو طول ما ننسى سالفه ان البيسكس او الاساسيات مالت الرسم لازم تتعلم هذول اول. هذول راح ينفعونك باي شيء جديد ينزل. يعني نظرتي انا طبعا رسام الاساس القوي طبعا مهم دائما. اي انا بنظرتي رسام يستخدم الاي اي اقوى من واحد يعني اي ارتست اللي بس يستخدم الاي اي، لان عندك الفاندمنتال مالت او الاساسيات مالت الرسم. فعندك شنو اللي يطلع الرسمه حلوه، شنو الكومبوزيشن، عندك هذه المعلومات. لما هو طبعا يعني بتحس قد ما الموضوع انصهر ودخل بالبايب لاين تبع الشركات، الانبوت تبع الشخص هذا الفنان نفسه، يعني اختياراته، التذوق تبعه، يعني في حس بيميزه هو عن اي شخص ثاني ممكن يدخل بالمجال. يعني هو اللي بيقدر يقيم هاي الصوره تطلع حلوه ولا لا، نقدر نستخدمها ولا لا. لازم يكون في واحد عنده خلفيه او اساس قوي بالمجال، بالضبط، لانه لازم يعرف الصوره هذه حق شنو الاحساس اللي يبي يطلع من هذه الصوره. انت تحتاج انسان عشان يعطيك الشيء هذا. وبعدين سالفه حب الاختراع، حب صناعه الشيء او تنفيذ الشيء، هذا مو موجود الا عند الانسان. يعني الاي مو قاعد مع نفسه والله بفكر اسوي صوره، لازم في انسان يقول له انا ابي هذه الصوره. صح. ان هي اداه جديده، وانت كرسام وكفنان انت لازم تتاقلم مع الاشياء الجديده الموجوده. يعني انت تعلمت مثلا الرسم بطريقه بطيئه وخذيت الوقت عليه ومدري ودك الموضوع يظل مثل ما هو، لان انت قيم حاليا عند الناس. العالم ما يهتم فيك واجد، العالم لقى طريقه اسرع، يا تتطور معاه يا تصير حفوره خلاص تندفن. حفوره يعني تندفن بالتقدمات، تصير شيء قديم. مثل الرسامين اول ما بدأوا والانيميتر من لا شنو ديجيتال، احنا نرسم على الورق احسن. انا قرات كثير قصص عن الموضوع هذا، انه شافوا جماعه ال2D شافوا لما دخل ال3D انه خلاص احنا ما راح نلاقي شغل. اي عادي. وبيحكي لك انه هو فعليا طبعا انا حضرت فيديوهات وقرات عادي. وفي كان ادم دف هذا على اليوتيوب حكى كثير عن الموضوع هذا. هو كان من الناس اللي دخلوا بالتجربه هاي. بيحكي لك انه دخلوا بحاله هلع، انه نحن اصلا كبرنا وما بنقدر نتعلم على 3D عادي، وهلا ما حدا رح يطلبنا. فبيحكي لك انه اللي صار فعليا في شركات كثير بنت ال 3D وفي ناس خسروا وظائفهم. يعني صار اللي خايفين منه، بس لما شركات ال 3D بلشت تشتغل
وطبعا هم بالبدايه ما طلبوا فنانين تبعون 2D يكونوا موجودين. شافوا شوي صار الشغل يطلع سيء يعني ما في الروح ما في الحس اللي هم بدهم اياه، فرجع حكوا لجماعه 2D هذول تعالوا احنا محتاجينكم. فبالتالي اللي خسر وظيفته لا وظيفه ثانيه بشكل ثاني، وفي منهم لا بالعكس وضعهم تحسن يعني انفتحت لهم فرص جديده ما كانت موجوده. فالموضوع كان بالاخير ايجابي. كل تغير يعني تخيل مثلا في سفن واقفه على الماء وانت قاعد تحذف سفينه كبيره بينهم، الماء راح يختبص والسفن راح تهتز، بعدين يركض الماء وكل سفينه تلقى لها مكان. هذا قاعد اشوفه من كل شيء جديد ينزل الساحه، يعني يسوي خبصه بس بعدين كل شيء يركض وكل واحد يلقى مكانه وين يقعد. طب سؤال، شو رايك باللي بيقول لك انه يعني في ناس بتتفق على الكلام هذا كله بس بيقول لك هاي الحاله بالذات هاي المره غير عن كل مره قبل، ما مر علينا اداء قبل هيك بالتاريخ انه بتعطيك نتيجه بالسرعه هاي، بتلم معلومات يعني تعادل ملايين الكيلو بايتس من الداتا بثواني. فبحكي لك ما مر اداء بالشكل هذا وبتتطور بالسرعه هاي. فبحكي هون في ناس بتناقشك بالنقطه هاي انه هذا الخطر تبع الموضوع هذا، انه احنا ما بنعرف لوين ممكن يتطور. انا عارف هو كل اداه جديده نزلت ما كان في مثلها قبل، وكل ناس بالزمن مالهم يحسوا ان هذه كارثه ونهايه العالم. يعني مثلا لما طلعوا الكتب الناس قاعد يقولون الحين الناس ما راح، يعني في علماء شيء بزمنهم ما اذكر كنا يعني من علماء الرومان افلاطون وش هذا قاعد يقولون شنو، ان الناس الحين راح تنسى شلون تسولف مع بعض من كثر ما تقرا كتب. تخيل الكتب تنسى تسولف مع بعض؟ اي لان كل المعلومات الناس راح بس تقرا خلاص، راح يسولفون مع بعض. كانوا خايفين من الكتب. واو. بعدين طلعت المجلات، الناس قالوا الناس كلها راح تصير سخيفه لانها قاعد تقرا مجلات ما قاعد تقرا كتب. أيوة. الكتب شيء تألفوا كتب ان الناس راح تصير سخيفه لانها قاعد تقرا مجلات. بعدين طلع الراديو، بالمجلات قالوا ان الراديو راح يخرب عقول الشباب. بعدين طلع التلفزيون، بالراديو قالوا ان التلفزيون راح يخرب ان كل شيء جديد ينزل كان في يبين ان هذا الكارثه وهذه نهايه العالم. انه شنو طالع الناس بالتلفزيون اكيد ما راح نسولف مع بعض، اكيد الدنيا راح تخترب. ف كل شيء جديد ماكو مثله قبل ولازم نتاقلم عليه ولازم ياخذ وقت. بس انا اشوف الاي يعني ان احنا قاعد نستخدم الاي صار لنا مده بس ما كان اسمه يعني مثل ما طلعت ال NFT وشلون خلصت العالم بعدين راحت. ان الاي البراندنج ماله قوي. يعني احنا كنا نستخدم اي مثلا ستابلايزر حق القلم، كنا نستخدم كنا نستخدم اشياء اي هو كمبيوتر قاعد يسويها. نقطه كثير حلوه. بس ما كان براندد ان هذا اي. بينما هذا لما نزل ان البراند ماله والاعلان ماله كان واجد قوي خرع الناس. هو صح، هاي النقطه كثير حلوه لانه مرات في يعني ممكن الواحد ينسى انه الشركات هلا خلينا نحكي صار الموضوع تفرع كثير، صار في كثير مودلز، في كثير شركات عم بتطور. بس بالبدايه واللي لحد الان يعني هم اللي بسموهم هذول يعني كثير مسيطرين بالمشهد. عندك اوبن اي اي الشركه اللي هي العامله تشات جي بي تي مثلا. عندك ميدجيرني اللي هي هذا الموديل اللي على الديسكورد موجود. هم شركه مثل اي شركه ثانيه ومن مصلحتهم انه يسووا ماركتينج للبرودكت تبعهم. ترى انه يا جماعه هذا راح يكسر الدنيا. يعني كل ما عملوا شوشره على الموضوع كل ما ربحوا فلوس اكثر. ففي نفخ شوي بالصوره تبعت اثر الشيء يعني. عدل وهم اول شيء جديد ينزل. يعني تذكر اول ما طلع الاي ايش كثر الانستغرام انترس اي جنريشن، انه كان ما تقدر تدش انستغرام اي يوم من غير لا تشوف صور، شوف هذا سوى بالاي اي، شوف هذا سوى بالاي اي. الحين كل ما لو قاعد يقل، كل ما لو وحتى مو بس يقل، انت ما قمت تهتم، انه صار مو مهم، صار مو امبرسيف. انه يا نعرف الاي اي موجود، يا نعرف الاي اي يسوي صوره بس يعني مو امبرسيف. شنو الفكره من الصوره؟ ردينا على سالفه انه ارتست، انت شنو تبي تقول لي بالصوره هذه؟ انه اعرف ان الاي اي يعرف يسوي شيء حلو، شنو تبي تقول لي بالصوره هذه؟ فردينا نفس اللي قبل، انه هي بالاخير صوره حلوه بس ما فيها ما معنى. فصار ماكو يعني واجد اهتمام فيها. والحين رجع زمن ان اوكي احنا شلون نستخدم الاي اي، احنا كفنانين شلون نستخدم الاي اي. تعرف الناس الهبه كلهم راحوا، والحين الرسامين اللي راح يورثون الاي اي. فاحنا استخدمنا اي اي باعمالنا يعني.
انت خاصه انت يعني قاعد تستخدم واجد الاي اي، انت صاير خبير الاي اي مالنا، مع ان انت كنت اكثر واحد يكرهه. كنت اكثر واحد ضده، ولكن شفته يعني في بعض الاحيان انا مثلا بشوف مو واحد يستخدمه بس ما يعتمد عليه بشكل كامل. في بعض الاحيان راح يساعدك، يعني مثلا في صوره معينه هيك صار تفكيري انه مثلا في مشاهد معينه انا بدي اوصل منها فكره معينه، اذا عندي خلينا نحكي وقت يومين مثلا للشغل هذا للمهمه هاي، ليش ما اخلي مثلا 90% من اليومين هذول انا اركز فيه مثلا على الشخصيه واعطيها كل انتباهي، والباك جراوند راح تكون شيء ثانوي يعني. انا او انه مثلا اذا برسم باك جراوند يعني بدل لا ابلش من الصفر ابلش من 30%. بالضبط يعطيني 30% البدايه، يحل لي مشكله برسبكتيف، يحل لي مثلا مشكله انه والله في 100,000 بيت بالباك جراوند، ليش ارسمهم كلهم اذا اقدر احصل بيس. او بعض مرات يلف عينك، يعني بعض مرات هو يعطيك حل انه البيوت شو راح ارسمها، اي طريقه من الرسم، ممكن هو يعطيك سجشن انه تقدر تبدا منه. بالضبط. فهو هون صار يعني انه شويه عم يسهل علي العمليه اكثر ما انه انا بعتمد عليه عشان اطلع النتيجه كامله. لانه حتى من تجربتنا القصيره معه يعني لسه هو مو مرحله انه يعني تكتب اللي بدك اياه ويطلع لك اللي بدك اياه بالضبط. انت شفت هذا الموضوع يعني كثير في التويكينج، يعني ترايل اند ايرور على ما توصل لصوره يعني تعتبر مقبوله حتى مو واو. وبعدين لازم انت تحط ايدك فيها كرسام، يعني بس انت تبدا ما تبدا من الصفر. لان بالاخير شيء انت كبروفيشنال، اذا انت محترف الناس ترى مهتمه بالنتيجه مو مهتمه بالبروسيس. في ناس واجد مهتمين بالبروسيس، وهذا يعني انه شوفني رسمتها شو اسمه جمعت اقلام شينيه ورسمت اللوحه هذه وطولت فيها وما ادري شنو. اذا النتيجه مو حلوه فالموضوع ما حد مهتم بالبروسيس مالك، وش كثر طولت بالرسمه وش كثر تعبت انت بالرسمه. اذا انا اقدر اطلع الرسمه نص الجهد بنفس الكواليتي انا راح اصير فنان احسن منك. لان بالاخير احنا كبروفيشنال انت تبي مردود على الجهد مالك، اذا انا اطلع مردود اكثر على جهد اقل انا انجح منك. بس في ناس واجد مهتمين بالبروسيس مالهم، انه لا انا ما ارسم بالطريقه الفلانيه واللي تاخذ وقت واجد واللي كذا. اوكي حلو حقك انت اذا انت حاب الشيء هذا بالضبط. انا هاي النقطه اللي كنت احكيها انه هذا كان احنا عم نحكيه باطار الخلفيه تبعنا كناس بالمجال. اما اذا مجال شخصي شخص مثلا بيعمل الفن للاستمتاع هون ما بينطبق. يعني ممكن تاخذ مثلا شيء مثل مديتيشن، انا مديتيت وارسم لوحه 10 ايام كل مره اجي وارسمها على راحتي. لا جود فور ذم. انا بعض مرات انحت 3 دي لان حتى مو حق احد، وبعض مرات ياخذ مني وقت زياده عن اللزوم، بس تستمتع انا قاعد استمتع فيه. فما راح اقول لك انا ما اسمي نفسي 3 دي ارتست يعني او اني قاعد اعرض 3 دي مالي للبيع، لان اعرف انه قاعد اسوي حق نفسي وما قاعد اشد في حيل. لكن لما اجي حق اخراج وكتابه ورسم هني غير، هني لازم اعطي نتيجه اخر شيء. المهم النتيجه مو مهم البروسيس. تعرف يعني لما اقول مو مهم البروسيس مو معناته راح ابوق شغل ثاني واحطه، بس شلون اقدر اطلع شغل باسرع طريقه ممكنه ويكون باعلى جوده ممكنه. ان سالفه ان لا تستخدم اي انا لا لازم اسوي بالطريقه هذه ولا لازم اسوي بالطريقه هذه، هذا تخليه حق العمل اللي حق نفسك اللي انت قاعد تستمتع فيه، وما حد يقدر يقول لك اي شيء. لكن مثلا يجيك واحد مثلا ببروجكت تقول له راح اعطيك اياه بعد 5 شهور لان انا قاعد اركز بكل لقطه، راح يقول لك المبلغ ما راح ما اقدر اشتري منك عمل بهالمبلغ، ولا انت تقدر تعيش 5 أشهر بس عايش على بروجكت واحد، انه ما يمشي. لازم واحد يستخدم كل الادوات خاصه كبروفيشنال، انها هي بالاخير منافسه بالعمل. فاذا الاي اي يساعدك لازم تتعلمه، او مو لازم تتعلمه بس لازم تكون منافس حق الناس اللي يتعاملون بالاي اي. اقدر عشان ممكن هم بالاخير اذا انت رفضت انك تتعامل معاه ممكن بالاخير الموضوع يعني يفرض نفسه وتتاخر انت صح. تتاخر اذا مثلا هل مثلا انت الحين الاي اي مثلا احنا ما قاعد نستخدمه بالانيميشن لانه مو بريدكتبل، ما قاعد يعطي جوده بالاخير، ما قاعد يعطيني جوده حلوه حق الانيميشن، فما راح استعمله بالشغل. ليش؟ لان اقدر اضمن الجوده اذا ما استعملته. لكن
اذا انت مثلا تقول انا ما استخدم اي اي وما عندك ميزه تعوض عن انت ما تستخدم الاي وتاخذ الوقت، فانت خسران حاليا. اذا فهمت قصدي. مثل ما بيحكوا you're setting yourself back. انت عم تحط قيود على نفسك. بالضبط. شنو الميزه اللي قاعد تعطيها لما انت ما تستخدم الاي؟ هل الكواليتي يطلع افضل؟ لان الحين الاي انبريدكتبل، يعني مثل ما قلت ان الصوره الحين ما تطلع بالضبط مثل اللي انت تبيه. لا. فلما الحين الارتست اللي ما يستخدمون الاي احسن من الارتست اللي يعطيك صوره بالاي، لان الاي ما يقدر يضمن لك انه يعطيك نفس الشخصيه بالضبط ثاني مره. الاي ما يقدر يضمن انه يطلع لك المشهد مثل ما انت تبيه بالضبط، ماكو كنترولز. فالحين الناس اللي ما يستخدمون الاي افضل، لكن راح يوصل فتره او بالمستقبل راح يوصل الاي انه تقدر انت كرسام تتفاهم معه، مثلا ترسم له السكتش ويساعدك بالسكتش، او انه يلون لك الشخصيات، او مثلا يسوي لك الان بتوين فريمز. هني انت لازم تستعملها يعني، لانه قاعد يوفر عليك جهد وقاعد يعطيك كواليتي. فانك انت تعند وان لا انا لازم بالايد، راح تصير مثل الرسامين اللي كانوا يرسمون على الورق الفريم باي فريم انيميشن. حاليا ما حد يطلبهم او ما حد يشتغل معاهم الا بس فور جيمك، يعني انه مثل كاب هيد، انه والله انا بسوي لعبه عشان يكون شكلها غريب راح اسويها بالاوراق. مثل ما بيحكوا مثلا كل فتره بيطلع فيلم، هاي الافلام اللي بسموها النيش موفي، انه والله نحن نتميز عن السوق انه نحن بدنا نسوي 2 دي موفي نرجع فيه للاصول، نرجع فيه للجذور تبعنا. هون مثلا بيكونوا موجودين، بس بشكل عام الاندستري حاليا هو اغلب الفرص فيه مثلا لل 3 دي حتى فعليا. بدنا نحكي بشكل يعني عالميا، يعني 3 دي هو المسيطر بالذات بالمجال الانتاجات الضخمه. هذول تبعون 2 دي شوي مثلا قلت فرصهم. بالاخير التكنولوجيا العالم مشي وما اهتم لرفضهم يعني احنا لما ينفرض عليك انك انت تتاقلم لازم تكون اوبن مايند. هي حج الصناعه. الناس في بعض الرسامين يعني مو حابين يسمعوا الكلام هذا، بس انه بالاخير التجاره مالت الانيميشن او التجاره مالت الرسم هي اللي قاعد تدفع الرسم يتطور. من غيرها، من غير الناس الممولين والناس اللي يشترون الرسم، ما كان راح يتطور لهالدرجه. كان ما صار في ريسورسز حق الرسم، ما صارت في يعني الرسامين ما طلعوا فلوس وكملوا بالموضوع، ما عشان ما كان قدروا ياكلوا. بالضبط. اللي خلى الرسامين يتفرغون ويطورون الرسم هم التجار اللي قاعد يتاجرون بالرسم، او مثلا الاستديوهات الكبيره اللي تنتج الافلام والمسلسلات. فانت مثل ما هم يراعونك ويعطونك فلوس، انت لازم تراعيهم بالاخير انه نبي نسوي فيلم نطلع منه ربح. فالفيلم عشان يطلع منه ربح لازم يخلص بالمده الفلانيه، ما يصير تاخذ لي مليون سنه وانت تسوي الفيلم. وجربوها مره، كان في فيلم اسمه كابلر اند ذا ثيف او شيء كذي. هذا شو ياباني؟ امريكي. كان في مخرج مشهور وقالوا له الاستوديو نعطيك اللي تبي، سوي فيلم مالك مثل ما انت تبي. فقعد عطوا الحريه. عطوا الحريه. فقعد 10 سنين او شيء كذي. اخر شيء انه خذوا الفيلم منه، قالوا له انت ما راح تخلصه. بالاخير انت ما راح تخلصه، فاخذوه وجابوا مخرج ثاني، والفيلم طلع مو حلو وخسروا فلوس واجد. فترى الرسامين احنا كفنانين يعطونا احنا ترى لازم نمشي ديدلاينز. ترى الديدلاينز من احلى الاشياء اللي بالدنيا، لان هي تفورسز يو انك تخلص الشغل. من غيرها راح نقعد نلعب ونغير وبدري شنو ونبدل، كان عمرنا ما خلصنا شغل. ان الديدلاينز جدا مهمه بالنسبه لنا عشان نقدر نخلص شغل. اي رسام تعطيه حريه مليون سنه راح ياخذ المليون سنه كامله، ما راح يخلص. صح. ديدلاينز مهمه جدا. بس شو بيسموها هاي نقطه نظام. معلش، لانه الناس عم يتفرجوا على الرسم وما حد فاهم شو عم يصير. ما راح يفهمون. انا كنت عم بستنى فرصه احكي لهم، راح يفهمون بالاخير. راح يفهمون بالاخر شيء. خلاص خليها مفاجاه. هذا الرسم الواقعي. شوف مسكين يحط خطبه. هاي شوف الحين بالاي يكتب البرومبو وخلص قبله. راح تبدلني بالاي انت بالاخير. انا والله شوف في قلت لك انا عن الشركه هذه سووا شيء الصراحه عجبوني حيل وغير نظرتي بشكل كبير حق الاي. انه واحد المدير قال حق موظفينه كل واحد يدور ببرنامج اي يبدله، يعني ياخذ مكانه. هاي صارت بسم الله. فلما لقوا كل واحد لقى برنامج اي يسوي اللي هو يسوي، فشنو صارت النتيجه؟ انه ما بدلهم،
خلاهم. بس الحين مثلا واحد كان يسوي فيديوهات مقاطع فيديوهات حق الستوري، فمع الاي اي اللي لقاه قام يسوي 10 بدل واحد باليوم. الرسام قام يسوي 5 رسمات بدل واحده. فالحين بدال لا يبدلهم صاروا اقيم، الفنانين هذول صاروا اهم بالنسبه له. فهمت قصدي؟ ان الحين يعني حتى الرسام انه مثلا، لان انت كمدير عمل انت قاعد تشوف الرسام هذا كم يطلع لي ربح عشان اعطيه جزء منه واقدر اخذ الباقي. فاذا في رسام مثلا يقدر يخلص 10 رسمات باليوم، حتى لما ازيد معاش انا ما قاعد اخسر، لانه هو قاعد يطلع لي ربح زياده. فاهم قصدي؟ فبدال لا بدله انه اخليه يستعمل اي اي وخليه يطلع لي ربح زياده واقدر اشاركه بربح زياده او مبلغ زياده وانا مو خسران، انا ربحانين. فالاي اي نظرته انه اداه جديده حق الرسامين تخليهم مور برودكتيف، تخليهم قيمين اكثر، مو تبدلهم. لان اذا بدلته انا راح استعمل اي اي وانا راح اعطل نفسي عشان اكتب البرومس وهذه الامور. اذا هو يعرف وهو رسام بنفس الوقت يقدر يضمن لي كواليتي افضل بواجد، ليش ابدله؟ فانا اشوف نظره الاي اي، الرسامين حق الاي اي اللي خايفين من الاي اي انه بس انه مو فاهمينه بالضبط. لان اتوقع بالمستقبل كل انسان راح يكون له اي اي الخاص فيه، انه مثل ما كل انسان عنده تليفون وعنده انستغرام راح يكون عنده الاي اي الخاص فيه ويفهم معاه. يعني مثل اذا انت رسام مثلا يفهم نوع الرسم اللي انت تبيه، يفهم نوع الالوان اللي انت دائما تنقيها، ويقدر يسوي لك الشغلات اللي بين مثلا تكميل خطوط، تلوين، ان بتوينز. هو فاهمك وانت فاهمه، قاعد تشتغل معاه طول المده. فيسهل، هو كنا مساعد، يصير كنا عندك مساعد دايم معاك بالكمبيوتر. تخيل يخلوك تقدر تختار اللهجه اللي راح يحكي فيها. 100% اتوقع. يعني حتى ممكن بالمستقبل يعرف النكت اللي تضحكك، يقول النكت اللي انت ضحك. لان احنا كناس بريدكتبل واجد، يعني سهل اذا واحد طول معك وقاعد يسجل معلومات سهل يفهم شنو انت تحب شنو ما تحب. فممكن يصير يعني بيست فريند، احسن صديق عندك اللي هو الاي اي مالك، لانه يذكرك الجداول، يعرف يساعدك بشغلك مهما كان شغلك. يعني مثلا اذا مهندس هو يعرف يقيس، يعرف اسعار الخرسانات، يعرف شو اسمه. فمساعد خاص فيك او سكرتير خاص فيك معك يمشي. هذا اتوقع الاي اي الحين لانه حق الكل، انه مو رايح حق اي صوب. الناس مو شايفه، كل واحد مو شايف بالضبط الفائده اللي هو ممكن يحصلها. لكن اي اي مخصص حق الرسامين ما راح يمشي بالتكست، راح يمشي بالسكتشز. انه كلمه انك انت تسوي له سكتش هو يفهم لك السكتش بدل لا ان تكتب له تكست. لان انت قاعد تتكلم عن رسمات، بالاخر شيء الرسمات اسهل شرحها بالرسم بدل لا تكتب له الكلمه مثلا. حلو. طب سؤال، انا عندي سؤال لك. على بالنسبه للاي اي، لان احنا الرسامين تمام، واتوقع هذا الموضوع هيك يعني حاش كثير رسامين تمام. هاي المشكله او هاي خلينا نسميها عقده. اوكي، شلون تكون رايك على الموضوع هذا؟ على مثلا انا كاداء انا حاببها، عرفت كيف؟ وانا قبل ما افكر فيها شلون ممكن تاثر على شغلي او شلون ممكن استخدمها، انا شايفه شيء ممتع انك تجرب فيه. هو ممتع حرفيا. تقدر هلا تدخل على متجرني تشترك فيه انت دنانير، بتقعد تجرب في افكار ممكن بتضحك تخطر على بالك، تبعتها لاصحابك، في اشياء حلوه عدل. بس الموضوع اللي تكون حوالين الاي اي هذا بالذات بمجال الصور عدل. اول ما طلع اللي هو، وهاي اللي صار عليها محاكم بامريكا كمان عدل، انه يا جماعه هذول الداتابيس اللي هم عملوه للتطبيق هذا هو صار خلاله عمليه سرقه. صاروا يسووا مثل ما بيحكوا هاي انا اقتباسات. ايوه، صاروا يدخلوا على فيسبوك ياخذوا رسم الناس كلها بدون صح. صار على تويتر نفس الشيء. وهذا الموضوع اعطاني معني انا ما بعد حالي من رسامين كثير كبار على السوشيال ميديا اللي راح ينضروا، بس بنفس الوقت انه خلص انت بتشوف حالك واحد من الرسامين هذول، فتاخذ ردة فعل سلبيه انه اوكي هذا صار في سرقه، خلص ما بدي استخدمه. فما عرفت شو افكر بالموضوع. هذا انا اشوفه مثل كل شيء، مثل كل شيء صار. اول شيء يصير شيء جديد، بعدين يجوا الناس يخربوا او مو يخربونه، انه يستعملون استعمال غلط، بعدين تنحط قوانين. انه لو تشوف اي شيء الحين مثلا حتى لو تروح مدينه ترفيهيه مثلا
اوكي ان في قوانين واجد صارت لا تطلع ايدك لا تسوي شيء. ليش حطوا القوانين هذه؟ من تجربه، واحد حط ايده برا وتعورت، واحد نقز، واحد ما قعد تعور. بعدين حطوا القوانين انه اوكي عشان نضمن السلامه، انه لان اول ما طلعت كانت شيء جديد، تركب عربانه ويدزونك بقطار وتتحرك بسرعه وما كان في قوانين. بعدين واحد تعور ولا اثنين تعوروا، اوكي الحين نحط قوانين. هذا اللي يتوقع نفس الشيء يعني انه اوكي يعني تخيل اول ما طلعت السياره مثلا، اول ما اخترعوا السياره ما كان لها قوانين، واحد يمشي ويدعم يفر باي مكان لين ما قام يدعم الناس انه اوكي لا تمشي الا بالشارع، خلينا نحط لك شارع وامشي بس بالشارع عشان لا تدعم الناس. كان نحط خليهم يمشوا فيها بالسرعه. اي بني نحط مال المشاة ان المشاة اول يمشون، اوكي لازم نخترع اشاره حق الناس عشان التقاطع يصير منظم. فمثل اي شيء اول ما يطلع لازم في ناس يستخدمونه استخدام خاطئ، بعدين تصير قوانين تتعدل، لان القوانين ما تنحط من اول شيء لان ما نعرف شنو الاخطاء من اول شيء. فاتوقع هو نفس الشيء يعني راح تصير في قوانين حمايه الرسم. وانا ليش متامل خير ان القوانين راح تصير هذه، مو من ان الجانب الانساني والله والجانب ان فيها فلوس، ان في شركات مثل ديزني ما راح ترضى احد يبوق الحقوق مالتها، فهي راح تغصب الناس ان لازم يحطون قوانين، راح تدفع فلوس عشان يحطون القوانين هذه، راح تتعامل مع تعرف صناع القرار على قولتهم، لان هم يبي يضمنون حقهم. صحيح. مثل نايتندو مثل ديزني، فراح يحطون قوانين انه لا حبيبي ما يصير تروح لي وتسوي لي لعبه ماريو مالنا، فاهم؟ ما يصير تسوي لك انيميشن عن باكس باني، ورن براذر ما راح يرضون. يعني انت برايك انه هي اداه جديده لسه ما حد عارف الضرر والفائده تبعها، بس مع الوقت تول ريجوليتد سيلف، راح تتعدل، راح قوانين، راح تصير لها قوانين. اتوقع حتى يعني الحين قاعد تطلع ادوات مثلا بسيطه بس انه مثلا تعمل اياه عن رسمك انت او تخرب رسمك على الاياه. صارت اسمها يسموها الجليزنج بالضبط. نزل سوفت وير دخل صورتك عليه، اتوقع بعدين انه السوفت وير هذا بيلعب بالداتا بشكل معين، بصير الاي اي لما يقرا الصوره بيتلخبط. اتوقع انه بالمستقبل راح يصير الاي اي خاص مالك، هو يحط هذه الاشياء، يحط ماركرز بالرسمه مالتك حتى الاي اي ثاني ما يقدروا يبوقونها، او انه يعني يجي علم اذا استخدمت الرسمه. شلون راح يصير الشيء هذا ما ادري، يعني شلون يفرق بين في رسامين يسوون رسم بعض، فشلون راح يفرق بينهم هذا الشيء ما راح ادري. يعني ممكن توقيع خفي يعني على الرسمات تصير، هذا اشياء كلها راح تصير اتوقع بالمستقبل. يعني ما حد كان يتخيل ان الكمبيوتر راح يرسم لك رسمه. اتوقع انه مثل هذه الطريقه انه راح يطلع طريقه انه الرسمه هذه ما تقدر تسوي لها كوبي بالكمبيوتر نفسه. وطبعا في ناس راح يحاولون يستغلونه ويلقون حلول عكسه، مثل يعني الحين حتى المخربين يعني الهاكرز مثلا الحين ممكن يهكرون بنك اللي هو حاط كل حمايات الدنيا ضد الموضوع. صحيح. فدائما في ناس راح بس ما راح يصير الموضوع سائد او انه سهل، راح يصير صعب، انه لازم تكرس حياتك انك انت تعرف تكسر لوك من على الرسمه او شيء كذي. وبالاخير راح يوصلون لدرجه انه ما يسوى اني ادفع او اقط كل هالجهد عشان اكسر عن رسمه لوك الا اذا كانت لوحه مثلا الفنان حيل مشهور. اوكي جميل. اتوقع يعني مثل انا قاعد اشوف الجانب الايجابي بالموضوع ان استوديو صغير مثلنا الحين ممكن يفكر يسوي بالمستقبل مع الاي ممكن نفكر نسوي مسلسل او فيلم بكوست واجد اقل. يعني هذا قبل كان حصري الا لما تكون شيء كبر ديزني ان تسوي فيلم. لازم قاعد تتكلم عن ملايين الفلوس، قاعد تتكلم عن فوق 1000 رسام ولا شيء كذي عشان تقدر تسوي فيلم، او انك تاخذ سنين طويله. فالحين صار موضوع انه معقول انه ممكن استوديو مثلي ممكن يسوي فيلم. فمعناته ان ديزني التجارب مالتهم والافلام مالتهم بالجهد اللي عندهم لازم تصير اكبر بواجد. هم لازم يوصلون مرحله، اذا انا بقرب من المرحله اللي هم فيها هم لازم يطلعون مرحله جدا اكبر عشان يظلون عايشين. واذا ما طلعوا فهذه غلطتهم، هم لازم يخسرون. انت ليش ما قاعد تطور؟ ليش ما قاعد تطور؟ اذا فهمت قصدي؟ ان احنا كاستوديو اذا في رسام واحد باستخدام الاي يقدر يوصل مستوانا ويغطي علينا، هذه غلطتنا احنا المفروض هم نستخدم الاي ونطلع مستوى اعلى فوق. صحيح. فانا اذا في شيء بستنتجه انه في كثير ابعاد للموضوع.
يمكن في امور لسه مو واضحه، راح نشوفها شوي شوي راح توضح. يعني حتى اللي بيشد انتباهك انه حتى نفسه في مقابله لسام التمان، هذا اللي هو السي او تبع اوبن اي اي، هو نفسه كان يحكي انا ما بعرف الامور هاي وين رايحه، انا نفسي اللي عملت الموضوع. يعني في كثير طرق ممكن موضوع، بس في نقطه انا حابب احكيها بحسها جدا ضروريه، انه الاداه بحد ذاتها هي شيء كثير حلو، شيء كثير كويس مفيد عدل، ولكن بالاخير انه يمكن عامل جدا مهم شو راح يكون اثره سواء سلبي ولا ايجابي، بانه الشركات نفسها، الناس نفسها شلون راح تستعمل الموضوع. يعني مثلا هلا مثلا في ناس تحكي لك انه والله مثلا باليابان او بامريكا هلا عندك مثلا استوديو مثل وارنر براذرز اللي هو من ستيبلز العواميد تبعون الانيميشن اندستري. عدل، هلا مثلا صار في افلام كامله صار يعملوها بالاي اي، هلا في افلام كامله يتم انتاجها بالاي اي. عدل. صار مثلا باليابان هلا نفس الشيء، في استديوهات كثير مثلا صارت الباك جراوندات بس اي اي. هو ديزني هلا مثلا صار يعملوا ريسيرش اي اي. فالمهم هذا الاداه هاي جاي وراح تدخل بالانتاج وكذا. فالناس هلا بتحكي لك انه حاليا في وقت، حاليا الوقت نحن فيه في صعوبه مثلا بايجاد الوظائف عند المجتمعات الغربيه بالمجال تبعنا. فصار يحكوا انه ليش تستخدموا هاي الاداه انه تسوي خلفيات بدل مثلا ممكن توظف 20 رسام يسوي خلفيات. والله هاي نقطة مثلا، هذه ليش ما اهتم فيها واجد؟ لأنها مشكلة مثل ما تقول أجنبية. يعني احنا مو هذه مشكلتنا، تعرف؟ احنا مشكلتنا ان نحط للفن قيمة حاليا. احنا الفن عندنا مهمل، يعني الناس قاعد تشوف الفن بالعالم العربي انه شيء ثانوي، مع انه هو شيء جدا مهم وشيء اساسي. ان يعني الناس لما تسوي مثلا دولة او شيء، اول شيء شنو يسوونه؟ اول شيء يسوونه نشيد وطني وعلم. ليش؟ لان هذا النشيد الوطني يمثل قيمنا والعلم يمثل رمز. هذا فن، ان الاغاني القصص اللي نقولها هذه اللي توحدنا كشعب. فالفن مهم جدا، والعرب قاعد يشوفونه مو مهم. فمشكلتنا حاليا ان نوصل الفن انه مهم، بعدين نشوف المشاكل اللي هذولاك وصلوا لها الشباب، وعلى ما نوصل انه راح يقول لها حل. مثل ما راح يقول حل. الحين مشكله الاي اي نفسه انه هو مو مخصص للرسامين. فالرسامين يحسون انه شيء دخيل عليهم، انه بدل لا انا رسام اقدر ارسم ويضبط رسمتي لازم اكتب، وانا مو زين، ما اعرف اتعامل، ما اعرف اطلع الرسم اللي براسي واقول لك الاكسبريشن ماله. انا متعود طول هالمده اني ارسم ايدي اللي تعبر، مو الكتابه اللي تعبر. حلو. فالرسام ما قاعد يحس ارتباط مع الاي اي، او مو حاسس انه سهوله بالتعامل مع الاي اي. فهذه راح تنحل. هذه انا اشوف ان حلها سهل. وهذه النقطه الثانيه، النقطه العقلانيه حق الموضوع انه راح يروح، لان اكثر ناس راح يستفيدون من الاي اي وراح يشترونه راح يمولونه هم الرسامين، انه ساعدني بالرسم. حلو. فهذه المشكله راح تحل نفسها. مثلا الحين انت قاعد تقول لي مثلا ان الباك جراوندات قاعد تصير بالاي اي. صحيح. فلما الرسام يقدر يحط السكتش مال الباك جراوند والاي اي يساعده، راح يكون واجد اقيم من واحد يكتب برومز لما يوصل حق الصوره اللي يبيها. صح. فالرسام راح يلقى وظيفته ثاني مره بسرعه، مثل ما صار بال3 دي. انت لما قلت الموقف اللي صار بال3 دي، فاشوف حلها يعني النقطه الجايه مالت الاي اي. فما قاعد اشوف مشكله كبيره، مشكله مدتها قصيره، لان الاي اي لما الحين قاعد يحاولون يصلحونه ويحطون قوانين مالته، ولما الحين ما تبنوا شركات الرسم اللي هي مثلا ادوبي الشركات اللي قاعد تعامل مع الموضوع. بالضبط. وهذه عندك الادوبي مثلا عندهم الجنراتيف فيلم. صح. هلا عندنا كل بدايات. الحين يعني اسرع انك تكتب وتطلع الرسمه بدل لا ترسمها. صح. بس بالمستقبل يصير الاسهل انك انت ترسمها والاي يصلح لك. فاي واحد يسوي هذول الناس اللي فجاه صاروا ارتست اي ارتست، هذول راح يموتون موته مو طبيعيه، راح يختفون كذي. لان كيبورد الرسام راح يقدر يسوي سكتش والاي يساعده، وراح يصير اسرع واحلى بواجد من الشخص اللي قاعد يكتب برومبس. فهذول راح ينقرضون وراح يردون مو فنانين فجاه. فما قاعد اشوف مشكله كبيره حق الرسامين. الاي مو مشكله كبيره حق الرسامين، بالعكس راح يسويهم مور بروتكتيف، راح يساعدهم تصليح رسماتهم.
ومتاكد جدا انه راح يساعدهم حتى بدراسه الرسم، راح يساعدهم تعلم الرسم اسرع. فانا راح اشوف انه راح يصير من عدو حق الرسامين لاكبر حبيب حق الرسامين. حلو. فانت نظرتك للموضوع يعني نقدر نوصفها هي ايجابيه بشكل ايجابيه. انا قاعد اشوف شيء ايجابي جدا. يعني انا قاعد اشوف ناس واجد تخاف، بس ان هذا انا ليش بسالك هاي الاسئله؟ لانه انا مريت بالتخوفات هاي. يعني هم اتوقع انت شفت يعني انا هم مر علي يعني لما واحد قاموا يكتبون بالاي اي، قاموا يكتبون قصص بالاي اي وانا ككاتب ومخرج، انه الاي اي قام يكتب ويخرج مثلا. شو كانت ردة فعله؟ والله حد لا يعني الامانه مثل ما قلت ان الموضوع مو واضح قدامي. لكن دائما يصير ازعاج ويصير شيء كبير والناس تتفاعل معاه وما ادري شنو، وبعدين يتغير شكله حيل لما يركب، لما الموضوع يستقر ويخلص الروح حق الشكل النهائي ماله. يلا بعدين نشوفه ونعرف نتعامل معه. الحين التعامل معه الخبصه هذه ما ينفع اي واحد. يعني حتى الاستديوهات اللي تقول لك والله انا قاعد استخدم اي اي فور باك جراوند، يعني قاعد اسوي باك جراونداتي بالاي اي، انه قاعد يقولها بس من ناحيه دعايه، انه مو من ناحيه ما قاعد يقول لك والله لا باك جراونداتي صارت احلى ولا شيء كذي. لو هو لاقي حل قاعد يسوي شغله احلى من الاستديوهات الثانيه كان مستحيل يقول حق الاستديوهات الثانيه عنها. صح. هو قاعد يقولها من ناحيه دعايه، يعني قاعد يزيد الجهد على نفسه، بس انا قاعد يقولها من ناحيه دعايه. شوفوني انا استخدم الاي اي انتبهوا حق شغلي. فما قاعد اشوفه انه قاعد ينفع. لما الموضوع يركض ويصير الموضوع مستقر، هني تعرف شلون تتعامل معه. انا كأنك انت جاهل تو مولود وانت بتعرف شلون الجاهل هذا راح يصير، شنو راح يتوظف منه. لما الحين الموضوع مو راكب ان الجاهل هذا ممكن يصير اي شيء. كثير ملفت انه حكيت عنه جاهل، لانه هو نفسه حتى هو حاليا هذا اكبر وجه للمواضيع هاي. هذا سام ألتمان كان يحكي عن الموضوع هذا بنفس الوصف بالضبط، انه it's a child it's learning و how it's gonna grow ما بنعرف عادل. نفس الكلام اللي حكاه بالضبط. اذا انت تبي تخاف في اسباب واجد تخاف منها. يعني الحين عاد تدش انترنت تلقى واحد عمره 20 سنه ولا 18 سنه رسمه رسم شيء خيالي تعرف. بس هذا يعني ان الوظائف ما اتوقع ان هذا يعني انت ما راح تلقى وظيفه لان في واحد ثاني قاعد يسوي نفس شغلك. بالعكس كل ما واحد سوى نفس شغلك كل ما زادت قيمه الشغل وكثر ما حصلت وظائف اكثر. يعني مثلا احنا نتخيل الحين يطلع استوديو قوي حيل انيميشن غير زين ويسوي فيلم، والفيلم هذا حيل ينجح زين. هذا احسن شيء ممكن يصير لنا، لان الحين في 10 يسوون نفس الفيلم هذا ويروحون حق الاستوديو راح ياخذ اغلى واحد منهم والباقيين راح يدورون عن استديوهات ثانيه، فراح يجون عندنا احنا. صحيح. فادونا ما ضرونا، يعني بالعكس الموضوع قاعد يفيد بعض ما قاعد يضرنا. فهذا اللي يخلينا استغرب من الناس اللي يشوفون المنافسه ويدمرون منافسه ضدهم. منه لا، المنافسه هي اللي قاعد تعطيك شغل. اذا ما في منافسه، اذا بس انت اللي تسوي الاعلانات انت يعني مثلا احنا تقريبا الوحيد اللي قاعد نسوي انيميشن بالكويت كشيء تجاري، كل الحمل علينا احنا نبين ايش كثر الانيميشن في منه فايده. الحمل كله مقطوط علينا احنا، بدل لا يتوزع حق كذا استوديو ويصير احنا كلنا قاعد نبين انه في ربح. واحد استوديو قاعد يسوي العاب ويبين ايش كثر الالعاب مفيده، قاعد يصير الحمل كله علينا احنا لازم نثبت الموضوع هذا. فما قاعد اشوف المنافسه سواء من الاي اي او من رسامين ثانيين مضره، بالعكس مفيده. بس اذا تبي تخاف راح تلقى اسباب تخرع عليك، وفي واجد ناس في ناس واجد يدورون اشياء تخرع من الامانه. ايش رايك بالبرنامج مال الانيميشن البروكرييت؟ نقله كذي سريعه. بروكرييت انا ما جربته لسه صراحه. انا حضرت عنه شويه فيديوهات عادل، ويعني الظاهر انه يعني بس انا اشوف انا فكره اوليه كانت عندي على الموضوع. بروكرييت تبع الرسم انا كثير فاميليار معه، رسمت عليه كثير بسنتين تقريبا ما كنت اشتغل معاكم قبل ما اجي من الاردن. فادني كثير يعني. والحلو دائما كان بالبروكرييت انه عم يعطيك خلينا نحكي 70% من الميزات اللي موجوده مثلا بالبرامج اللي هي
ستيبل ستاندرد تبع الشغل هو الفوتوشوب. لما نتكلم عن هاي اند البرامج أيوة. حيل ثقيله وحيل متخصصه. ايوه بنستعملهم بالشغل كمان. هذا احنا بنستعمله هلا هون. كان يعطي نفس الشيء بس بطريقه كثير يوزر فريندلي، كثير سهله. حتى كان فيك خصائص معينه عملوها، مثلا شلون تنقرب اصبعين ترجع لورا، شلون الواجهه كثير بسيطه، شلون يعني كان في كثير خصائص بتميزه عن غيره. والرسم فيه ممتع بالتالي، وكان كثير حلو فيه كمان للناس اللي مو يعني فاميليار مع الامور هاي، يعني مسهل لها الدخل. فاللي شفته انه هذا الشيء نفسه موجود بالبروكريت دريمز. يعني في كثير خاصيات نحن بنستعملها بالتومبو موجوده، يعني اساسيات موجوده بكل برامج انيميشن اللي بدك اياها موجوده هنيك، ووظفوها بطرق تكون سهله كمان، ويعني طرق تنتقل فيها من فريم لفريم، طرق اللي بتشتغل فيها الاونلاين سكيل وبتطفيها، هاي كلها داخله بالتاتش وبالهاي. فانت لما ترسم عليه بصير موضوع فلويد. اتوقع هذا اكثر شيء هم شاطرين فيه، هو اللي بيستغلوا فكره البورتبل ديفايس. هذا شيء في مشكله حسب الرسامين ولا الانيميتر اللي ينبهرون بكل برنامج جديد. يعني انا قاعد اقول برنامج هذا حلو، بس في انيميتر دائما يدور عن كل برنامج جديد انه شنو، والله شوف هذا البرنامج حطوا فيه حركه، هذا برنامج حطوا فيه حركه. تعال الحلو بالبرنامج انه سوالك اشياء مالت الانيميشن بورتبل، ان هذه الميزه. بس ما راح يسهل عليك الانيميشن، او الانيميشن فجاه يصير سهل وتقدر تسويه بسرعه. انت بالاخير لازم تتعلم اساسيات الانيميشن. صح. اذا تعلمت اساسيات الانيميشن البرنامج يصير حيل قيم، لان انت تقدر تشتغل باي مكان. هاي نقطه جميله. بس في واجد يعني في انيميترز اعرفهم كل يوم يطلع لك البرنامج، كل يوم انتقل حق برنامج جديد. ليش؟ والله في ميزه هذا البرنامج، والله في ميزه هذا البرنامج. انت بس تعلم الاساسيات مالت الرسم او مالت الانيميشن، البرنامج يصير قيم، لان تقدر ترسم وين ما تروح. لان اساسيات الانيميشن تمشي على اي برنامج انيميشن تبي. يعني مثل الرسم، اذا انت تعرف ترسم البروكريت يصير ممتاز، لان تقدر ترسم وانت تمشي، راح يساعدك. بس اذا انت ما تعرف ترسم البروكريت ما يعني ما راح يفيدك واجد. لازم ترد تتعلم اساسيات الرسم. فاهم قصدي؟ صحيح. لانه بحس هاي نقطه بتضحكني شوي، لانه هاي كل رسام تقريبا لما كان مبتدئ راح يمر فيها، اللي هو راح تنبهر مثلا بالتوتوريالز. مثلا هلا في بحر توتوريالز على النت، بتصير تحكي هذا التوتوريال راح يخليني رسام قوي، لا هذا لا هذاك. بعدين بتشوف لا هذا السوفت وير راح يخلي رسمي احلى، لا هذا البرش. طبعا انا الموضوع البرشات اكثر موضوع وقعت فيه. كنت انزل اخر شيء صار عندي اللايبراري في 400 برش يمكن، اوكي ممكن التكشر حلو، بس ما راح تخليني رسام احسن، راح ترد حق الاساسيات اخر شيء. بالضبط. فالاحسن راح يركز جهده على المهاره تبعه. الادوات هي شيء موجود، اشياء مكمله راح يساعدك في اداء احسن من اداء، بس لا اداء انت مرتاح فيها، ويعني انه بحيث انه تصير هي شيء موجود ترتاح وانت بترسم فيه. ما تفكر كثير انه والله بدي شغله معينه وما لاقيها، لا خلاص كل شيء موجود، هلا بدل انا استخدمه. اما انه يصير مخك والله سوفت وير جديد، خلينا نروح نجي شوف هذه الحركه فيه هيك انت عم تضيع وقت، عم تضيع جهد. الحلو بالبروكريت ان هذا الجديد الانيميشن انه قاعد يخليك الحين تقدر تتمرن على اساسيات وين ما تقعد. يعني ما تحتاج تشتري تابلت وكمبيوتر قوي وتشترك ببرنامج غالي عشان تقدر تتمرن. لكن هذا ما راح يمنع ان انت، او ما راح يغنيك عن انت لازم تتعلم الاساسيات. لازم تتعلم تسوي 2 كي فريمز، لازم تسوي الان بتوين عشان تطلع الحركه حلوه. تتعلم اشياء بسيطه مثل ايزي نيز اوت، الامور هذه يعني الاساسيات مالت الانيميشن. فهذا ما راح يغنيك عن الاساسيات، بس انه خلاه سهل انك انت الحين تقدر تبطل الايباد وتقدر تبدا تتمرن وتبدا تجرب شلون تسوي انيميشن. يعني لو تصير رسام احسن امسك ورقه وقلم وخلاص. بالضبط. تخيل انا دائما بتخيل هذا السيناريو انه احنا هيك ايام زمان ويجي واحد عن ليوناردو دافنشي انه شو البرش استعملته عشان سويت بالضبط برش خلاص. يعني هو الحلو ان انت يعني بالايباد ما تضطر تشيل ورق، ما تضطر تشيل اقلام زياده. بس بالاخير يعني اللي تقدر تسوي بالايباد تقدر. يعني انا صارت فيني حركه
انا اشتريت لابتوب، بعدين اشتريت ايباد، بعدين اشتريت تليفون هذا النوت. ايه واخير شيء شنو اللي انا الحين قاعد اكتب عليه درافت القصص مالتي لا تقول لي على ورقه وقلم. على ورقه وقلم. اكثر شيء ارتحت له اقدر اكتب. رجعت على اي ان الاجهزه هذه يعني فيها واجد على قولتهم بلز اند ويسلز، واجد اشياء ومميزات ومدري شنو. انا احسها قامت تصير اشياء تلهين عن الكتابه نفسها. بينما قلم ورقه على طول انا قاعد اكتب وقاعد اقط، انا ما قاعد امسك نفسي اني لا اكتب، اكتب شخبط اكتب شخبط لما تطلع بدرافت مال القصه على الاقل. بعدين انتقل حق الايباد عشان اقدر مثلا ادز السكريبت او ان اتعامل معه واقدر اسوي له ريفيو. صدق انا يعني صار في شيء جدا جدا شبيه. انا بقول لك عن موضوع البرشز، انا نفس الشيء يعني. اخر شيء استوعبت اني عم ضيع كثير وقت، والبرشز هي حلوه طبعا وراح تساعدني اسوي اشياء معينه، بس مو هي الاصل لازم ابلش منه. اخر شيء حرفيا رجعت على اول برش بينزل معك لما تنزل بفوتوشوب، هو هارد راوند سوفت راوند. هذا بيكفيك تسوي اي رسم بدك عدل تمكن منه. بعدين ممكن تروح تشوف موضوع البرشز. صح. وهذا اللي بسويه هلا. صح. هو بس انه اللي قاعد نقوله بس انه حلو البرنامج حيل احنا بس انه لا تستخدم الادوات الجديده والبرامج الجديده كعذر انك انت ما تدش بالاساسيات. لانه في واجد انيميترز بدينا معاهم يعني كنت اعرفهم من زمان ومستواهم ما تطور، لان بس قاعد ينقزون من برنامج لبرنامج، ما يواجهون الحقيقه ان هم ما قاعد يشدون حيلهم بالاساسيات، ما قاعد يعدلون رسمهم، ما قاعد يعدلون الامبتوينز، السكيلز الامبتوينز، قاعد يحاولون ينحاشون من برنامج لبرنامج يحلون مشاكل بدل لا يقعدون يتمرنون. صحيح. فمستواهم ظل مثل ما هم، يعني ما تغيروا وما تطوروا كلش. وكل اداه جديده يا مشنو تقام اول ناس انقزوا عليها ويظل مستواهم نفس الشيء. فاذا انت حابب تجرب انيميتر، انت عندك ايباد الحين صار عندك دخله سهله انك انت تتمرن على انيميشن. فمثل ما رسمتنا الحلوه اللي قاعد يسمع عدي الحين، تقدر تصور باك جراوند وتحاول تسوي انيميشن عليه. يعني شخصيه تمشي على الشارع اللي انت مصوره، ولا سفينه تمشي على البحر، تقدر تصور البحر ترسم بس السفينه. تقدر تتعلم على اساسيات الانيميشن نفسه، وبعد ما تستمتع فيه انه اذا تنتقل بروفيشنالي يا انك تكمل على ايباد او انك تنتقل الحين لما يعني يصير انت انيميتر. فاذا بتشتري كمبيوتر وتابلت على الاقل انت عارف ان انت راح تستفيد منهم لان انت اوريدي قاعد تسوي انيميشن. انا مثلا تومبوم في واجد مميزات. تومبوم بحر اي مميزات تتطلب ان انت عارف الاساسيات قبل لا تيجي، لانه ممكن تضيع فيه. ممكن بعدين اذا في ناس ما عندها اطلاع على اساسيات الانيميشن ممكن نعمل حلقه عن الموضوع. والله ودي صراحه لان هل انا حاب اعرف راي الناس انه هل راح يكونوا مهتمين اذا دخلنا بامور شوي تعليميه اكثر. ناخذ لان ترى مشكله اللي واجهتها او اللي شفته واجد ان الرسامين مو عارفين ايش كثر سهوله انه ينتقلون حق الانيميشن. ان الموضوع حيل قريب من الرسام والانيميتر، قراب حيل من بعض، بس في واجد ناس عندهم رهبه انه ينتقلون من رسام الى انيميتر او انه يتعلم شلون يحرك الرسمه. يكون قصدك عني انت شايف ما شاء الله يعني في عندنا كم واحده الحين تعلموا وهم رسامين دشوا وتعلموا شلون يحركون. النقله حيل مو صعبه. صحيح. فانا بس تعلم الاساسيات مالت الكي فريمز والان بتوين انت خلاص تقريبا انتقلت. الحين بس انه لازم تبدا كانيميتر سيء وبعدين تتعلم عشان تصير زين. واجد الناس خايفين من اسوي شيء سيء، مع ان هذا اهم شيء، انك انت لازم تسوي شيء سيء عشان تتطور. اذا ما سويت سيء توقع الانيميشنات خربت تفكيرنا. تعرف شلون؟ ان البطل بالانيميشنات دائما يسوي شيء اول مره والكل ينصدم من كثر هو واو شلون انت من اول مره صرت قوي. صح. فصار كلنا ودنا نسوي كذي، ان اول مره اسوي انيميشن ابي الناس تنصدم واقول لهم ترى هذه اول مره. 100% بالصدق ما يصير شيء كذي. لا بالصدق بالصدق لازم تسوي 10 ل 100 شيء سيء عشان بعدين تصير احسن. هي الاساس ان الواحد حاب يتعلم او يتطور اللي هو الاساس الاستمراريه. هذه الضريبه انه لازم تسوي اشياء سيئه عشان تتطور. على قولة واحد من المدرسين تبعون ديزني
انه جوا كل واحد فينا 10,000 رسمه سيئه. بدك تسوي رسمات حلوه، بدك تسوي 10,000 رسمه السيئه. لازم تدفع ضريبه. لازم تفشل تتعلم يعني نادرا ما تلاقي حدا. فاذا انت ناطر لما تصير ممتاز عشان تبدا تسوي شيء، ما راح تسوي شيء. صحيح. ابدا واستمتع بالفشل، استمتع بانك انت قاعد تسوي اشياء سيئه. كمل فيها لين ما تشوف شيء راح تحسن من غير لا تحس. هذا اللي شوي تحفيز للمستمعين. هو فعليا يعني حتى كان واحدة من الاشياء اللي فرقت معي، يعني علمت نفسي انه اي رسمه انا بسويها سواء عجبتني ولا ما عجبتني، يعني هي جزء من المغامره تبعي، من البروسيس تبعي. وكل رسمه انت بتسويها لو تفكر فيها فعليا، هاي الرسمه انا سويتها، يعني هاي الرسمه ما حد غيرك كان راح يسويها. فكل شيء بتسويه انت بيميزك وبيخصك وبيعكسك، فكل شيء له قيمه، يعني سواء حلو ولا مو حلو. هي هذا كل قصه او كل رسمه هي خطوه بالطريق ولازم تمشي. يعني فيها بعد مثلا كتاب الشباب الصغار، الكتاب اللي اول مره يبدا بقصه ويعلق فيها وتظل معاه مده سنين، انه ترى هذه القصه قاعد تذبحك انت ككرييتر او ككاتب، انه لازم تخشها وتبدا بقصه ثانيه. لازم تبدا بقصه ثانيه وثالثه ورابعه، ولا ما راح تتطور ككاتب اذا انت ماسك بس قصه واحده وقاعد تحشيها افكار صار لك سنين. إن إذا أنت قاعد عندك الشيء هذا صار لك 10 سنين والقصة ببالك، أول شيء تسويه خش القصة هذه، ابدأ قصة جديدة. وحتى لو تكون سيئة، إنه لا تحط ببالك إن هذه القصة اللي راح تكتبها راح تكون حلوة، حط ببالك إن هذه القصة راح تكون سيئة. بس أهم شيء تكتبها عشان تتطور، عشان تتحسن. هل مريت بهذا الشيء سعود أنت بالبدايات؟ يعني كنت تحس عندك تعلق ببعض القصص أو؟ كان عندي يعني كان عندي بداية إنه ما كنت أول شيء يعني ثابت ككتابة. كنت حاجة أول قصة كتبتها مع صلاح إنه كنت حاسس إني واقف على كذي ضفة بحر، مو عارف وين أروح. بداية القصة حطيت كذا فكرة ولكن مو عارف وين أروح عقبها. لما قرأت كتاب عن تعليم الكتابة، حلو، عجي حاسس إني حب إن الشخص اللي قالها شلون إنها ترى هذه حرفة وتقدر تتعلم وفيها مهارات وفي أشياء تستخدمها بأوقات وما تستخدمها بأوقات. صار عندي الحمد لله حب تعلم من شنو المميزات اللي بالكتابة، شلون الأساليب اللي موجودة. تعرف إنه صار ودي أتعلم كل أسلوب جديد أو كل هذا شلون كتب قصته، شنو الأشياء اللي استفاد منها. فما كان عندي واجد تعلق بقصة واحدة، صار عندي أبي أتعلم شلون كل قصة شلون انكتبت. إذا بكتب رعب شنو الأشياء اللي المفروض أستفيد منها، إذا بكتب كوميدي شنو الأشياء اللي أقدر أستفيد منها. البيسنج قاعد يتغير بالقصص، وصف المشاهد قاعد يتغير. فقمت واجد أبي أسوي أشياء جديدة، بتعلم المهارات هذه. فما علقت يعني. في أكثر ناس يعني يكتبون قصص الحين ما قاعد يفرقون بين الأفكار والقصة. إن تلقى قصته محشية أفكار، قوة البطل، ومنو عمه ومنو شو اسمه، كلها أفكار مو قصة. إنه مو فارشهم، مو مسويها قصة. تحسوا إنه مثل لما يحكي عن الرسم إنه في مشاكل بالستركشر تبعه، بالأساس تبعه، يعني في أشياء لازم يرجع لها، ولا إنه مثل واحد قاعد يرسم شخصية قاعد يحط كذي ديتيل فيها، بس الستركشر مال الشخصية نفسها لا بوز لا مسوية أكشن، تعرف، لا كومبوزيشن عدل. إنه بس قاعد يترسها تفاصيل بس لما تشوف رسمة كلها على بعضها إن الوجه مو وجه غلط، الجسم غلط، الأناتومي مو موجود. فيا تقدر تحشيها تفاصيل من إلى باكر، الرسمة ما راح تصير حلوة مهما ترست التفاصيل. حلو. بحسك ممكن بواحدة من الحلقات لا نطول على الشباب اللي كمل معانا لما الحين، يعطيكم العافية. إن شاء الله يكون في تحسن بالصوت إن شاء الله، لما الحين ما ندري. وإن شاء الله يكون الموضوع يعني حلو. وإذا استمريت معانا لما الحين حط لنا كومنت عشان أعرف إن هل قاعد نطول زيادة على اللزوم أو هل قاعد نصير مملين ولا لا. لا إن شاء الله ما نكون زهقناهم. إن شاء الله ما نكون. إذا كمل لما الحين معناته إنه قاعد نسوي شيء زين. صحيح. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم على الحضور. كان شيء.